وفي أكتر من محك لتقييم صعوبات التعلم، منها اختبارات الذكاء، ومنها الاختبارات المصممة لصعوبات التعلم، ومنها اختبارات القراية والكتاب. لكن عايزين نيجي لأهم نقطة في الحلقة كلها. إيه أكتر حاجة الطفل ده محتاج يسمعها؟ يمكن أكتر جملة الطفل ده محتاج يسمعها: انت مش لوحدك. لان اصعب حاجة على الطفل انه يحس ان في حاجة غلط فيه، ان محدش فاهم ده. لكن الحقيقة ان في ملايين الاطفال حوالين العالم عندهم صعوبات تعلم، وبيتعلموا وبيكبروا وبيشتغلوا وبيبدعوا وبينجحوا كل حاجة. لان المشكلة ما كانتش في قيمتهم ابدا، كانت في الطريقة اللي العالم بيطلب منهم يتعلموا بيها. واحيانا كل اللي الطفل محتاج له شخص يبص له بطريقة مختلفة، مش بعين التقييم لكن بعين الفهم والتقدير. وده بيغير حاجات كتير اكتر مما تتخيل. ولازم نعرف الفروق اللي ما بين صعوبات التعلم والاضطرابات النمائية التانية وضعف الانتباه، لان ده بيغير طريقة المساعدة بالكامل. وفي النهاية يمكن اول حاجة محتاجين نغيرها مش في الطفل نفسه، لكن في الطريقة اللي احنا بنشوفه بيها. لان في اطفال كتير اتقال عليهم كسلانين وهم مرهقين، اتقال عليهم مهملين وهم تايهين، اتقال عليهم اغبياء وهم اصلا بيحاربوا في معركة محدش شايفها. صعوبات التعلم مش نهاية الطريق، احيانا بتكون بداية لفهم اعمق، فهم يخلي الطفل يبطل يخاف من التعليم، يبطل يكره نفسه، ويبص لنفسه لأول مرة بشكل أرحم. في الحلقة الجاية هنتكلم عن العلامات المبكرة اللي ممكن تظهر بدري، اللي أغلب الناس بتفوتها وفاكرة إن هي طبيعية. استنوا بإذن الله أقوى سلسلة عن صعوبات التعلم النمائية.